السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده بقى يا حبايبي؟ هنعمل اكله كده جميله بالصلاه على النبي. صلوا على النبي يا حبايبي. معانا هنا السمك ده يا حبايبي ابو ظهر ازرق. يا ترى حضراتكم بيسموه ايه بقى في بلادكم؟ اللي بيسموه حاجه تانية عرفوني. ده اكتبوا لي يا حبايبي في التعليقات. ده يا حبايبي بقى ايه؟ انا مسميه هنا سمك ابو ظهر ازرق. انا مغسلاه ومنضفاه. لازم تفتحي بين الشوك كده يا روحي عشان تطلعي اي حاجه فيه، ونقعاه بميه وبليمون يا قلبي. ولازم تفتحي القلب يا روحي يبقى للنهايه كده. ماشي يا حبيبي؟ اول مره بقى تشوفوني يا حبايبي، يا ريت كده تدعموني كده باشتراك في القناه، وتصلوا على النبي يا حبايبي عشان يوصلكوا كل جديد. ماشي يا حبايبي؟ ولايك كده حلو من ايديكم، واهم حاجه صلوا على النبي. معانا هنا بقى يا حبيبي هنعمل الخلطه بتاعه السمك. معانا هنا ايه؟ يجي 7 فصوص توم يا حبيبي، او راس توم صغير عادي مفيش مشاكل. اللهم صل على النبي يا حبايبي. معانا هنا قرنين فلفل احمر اخضر بقى يا روحي المتوفر عندي، وشويه بقى خضره. ومعانا هنا اللهم صل على حضره النبي محمد، كزبره ناشفه وكمون وبهارات السمك وملح بس يا رب. هنا بقى يا حبايبي بعد ما فرمت الدقه والثوم بتاعتنا الجميله ديت، هنزل هنا معايا نص ليمونه اهي يا روحي. هننزل بقى هنعصرها كده اهو بالصلاه على النبي. صلوا على النبي يا حبايبي. لو وصلتوا بقى مع منوره لحد هنا متنسوش بقى تعملوا لها لايك كده حلو من ايديكم، وتدعموها وتعملوا لها اشتراك حلو كده يا حبايبي معاها في القناه. هنبدا بقى يا حبايبي بالصلاه على النبي. صلوا على النبي يا حبايبي. هنبدا ناخد السمكه بتاعتنا كده. احنا قلبنا الخليط اهوت العسل ده، احنا مش هناخده كله يا روحي. انا همسكه كده. شوفوا بقى يا حبايبي بالصلاه على النبي، بعد ما تبلت السمك بتاعنا القمر كده يا حبايبي بالصلاه على النبي بقى جميل ازاي. اهم حاجه يا روحي تدخلي التتبيله في الفراغات اللي بين السمك. هنا بقى يا حبايبي بالصلاه على النبي بقى معانا حبه تتبيله جميله ازاي. دول هنركنهم دلوقتي خالص يا حبايبي. هنبدا بقى بالصلاه على النبي. هناخد السمك بتاعنا كده اهو يا حبايبي. انا خدت السمك بتاعي انا رديته مفيش اي مشاكل. وهننزل دي الرده بقى يا حبايبي. الرده دي ناعمه، حابه تعملي رده خشنه مفيش مشاكل. ما عندكيش رده ناعمه هتجيبي الرده الخشنه وتدخليها هيطلع منها الرده الناعمه دي. وهنغلفه كده يا حبايبي زي ما انتوا حضراتكم شايفين بالصلاه على النبي اهو يا روحي. اهو انا غلفته اهو، شايفين الجمال. وهقوم حطاه في الصينيه كده، هرصه كده في الصينيه، اي صينيه موجوده عندك يا روحي. ده بعد بقى يا حبايبي ما تبلته وعملته بالرده كده يا حبايبي. انا لقيت ان الصينيه هتبقى صغيره، قلت اما احطه في صاج احسن اكبر. ده بقى يا حبايبي هنحطه على النار تحت، يعني الشعله اللي تحت يا روحي هنحط عليها الصاج، وهنولع من تحت مش هنولع من فوق. اما يتحمر الرده دي تتحمر معاكي من تحت يا روحي، تبقي تحطيها على الشوايه او كده بقى يا حبايبي. بعد ما طلع من الفرن خد السوا بتاعه من تحت اللهم صل على حضره النبي. وانا حمرته من الوش اهو يا حبايبي. شايفين جماله؟ هو مش محروق، بس هو لازم يكون محمر شويه يا روح. اهو هننقله بقى بحاجه ضيقه شويه عشان نحط له التتبيله دي بقى يا حبايبي. شويه التتبيله اللي كنا حضراتكم كنا راكنينهم على جنب. شويه التتبيله الجميله دي هتبقى يا حبايبي. هننزل بقى عليهم بقى بشويه ميه كده صغيرين يا روحي، وهنظبط الحوض اهو كده بقى يا حبايبي. بعد ما حطيت كمان سنه ملح كده عشان ما تبقاش عدة يا روح اهو. هننزل بقى وهي سخنه كده، هننزل بالجمال دي كده عليه اهو. ايه رايكم؟ ايه رايكم بقى يا حبايبي في السمك بتاعنا بتاع النهارده ده؟ يا ريت بقى لو الطريقه بتاعتي عجبتكم، يا ريت ما تنسوش بقى تدعموا من نوره كده باشتراك حلو من ايديكم، وتفرحوا قلبها كده يا حبايبي باشتراككم معاها في القناه، وتنوروها يا حبايبي ووجودكم معاها، وتعملوا لها لايك حلو كده من ايديكم، وكومنت عسل كده زيكم. انا عملت بقى مع السمك المشوي ده يا حبايبي، عملت معاه سلطه كده جميله، والرز اللي هو بتاع الطباخ ده اللهم صل على النبي. رز البصل ده يا روحي جميل خالص. حابه تعملي رز ابيض مفيش مشاكل خالص، اللي يريحك يا حبيبتي اهو. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ متنسوش يا حبايبي بقى بالصلاه على النبي، واسيبكم بقى في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.